السلام عليكم متابعين الشوق حبايب قلب الحلوين، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة والف سلامة. قبل ما نبلش بالفيديو كثروا بالصلوات على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. متابعين اليوم راح اسوي لكم اكلة ان شاء الله تعجبكم، كبسة سعودية بس بايادي عراقية، يعني بشغلنا ان شاء الله. هسه راح هاي المواد، عندنا طماطة، عندنا بصل، عندنا اللحم، عندي المعجون. هسه كله راح اشوفكم اياه خطوة خطوة، بس الرئيسيات هم راح اشوفكم اياهن، وان شاء الله راح نروح على الطباخ اراويكم الجدر ونشتغل ان شاء الله، وراح تعرفون المواد اللي اخليها للكبسة. هسه متابعين مثل ما تشوفون ان شاء الله راح نبلش نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وراح نضيف البصل، حبتين بصل متابعينا كرامتهم. نضيف البصل وبعدين الطماطة هسه ما راح اخليها بنات، راح نضيف التوابل اللي انا احتاجه للكبسة، وبعدين الا اضيف اللحم. هسه عندنا هنا راح نخلي شوية فلفل اسود، انا احب اخلي فلفل اسود شوية، نضيف فلفل اسود، بهارات مشكلة عندي طماطين كلش طعمها يتجنن هذه. قلنا كلكم شوية بنات نخلي، وهي المواد تبقى حسب الرغبة، يعني كل واحد وطريقته، وكل واحد وطريقته قلنا، وكل واحد والمواد اللي يخليها. اللي راح اخلي هنا عندنا راح اخلي دارسين او القرفة، كل واحد الدولة مالته يعني حسب شو يقولوا لها. هاي خليت هنا. راح اضيف الهيل، نضيفه صحاح بنات، يعني من هاي شوفوا 5 حبايات هيل. راح اقلبهم، نزود النار، قلبهم لحد ما يشقر عندنا البصل، يصير ياخذ اللون الكراميل اللي اني احبه واريده. هسه ما اضيف اي اضافات، بس لحد ما يستوي البصل شويه يشقر مو هوايه. اضيف اللحم، عندنا نوم بصره 3 راح اخلي، بيضه واحده من عندهم اللون هذا الاصفر، والباقيات اللون الاسود. هسه عندنا اضافه الملح، نضيف الملح، وراح نضيف اللحم. راح نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونضيف قطع اللحم. بسم الله. هذا المي ما راح اذبه، قد نغسل اللحم ايش قد ينزل من عنده يعني دم، فانتبهوا يعني بنات. شوفوا لان هاي شلون مجمدين، هاي قد ينزل من عنده لحم دم العفو. نقلبهم تقليبه حلوه، ياخذون اللون التوابل اللي انا خليتها. وانا توابل الكبسه صراحه ما عندي، بس عندي بهارات المشكله وهذول اللي خليتهم جنبي. هسه متابعين ضفنا الطماطه وراح نضيف المعجون. هاي شوفوا خاشوق المعجون اخليه مو هوايه. الطماطه راح اخليها تستوي ويا اللحم. واحد المفروض يضيفها البصل، بس انا ما ضفتها لان هي تستوي ويا اللحم هم تستوي. نظل نقلب عليها بهاي الطريقه لحد ما تاخذ التقليبه الحلوه واللون الحلو حماص. باعوا بنات، لان على مود الكبسه مالتنا تصير بيها شويه لون حمار وشويه بيها لون صفار، تطلع تجنن. هسه شو اسوي؟ راح اخليها اقبقها على نار هاديه لحد ما تشكشك واللحم مالتنا يطلع المي اللي عنده ويتشكشك وتتحمر زين، وبعدين اضيف لها المي واقبق عليها. والرز عندي طبعا ناقع، رز بسمتي حبايه طويله ما يصير منحصه نهائيا. وهسه حبايب قلبي مثل ما تشوفون عندنا هنا القرفه، العفو القرنفل ما خليته، هسه هم راح اضيفه. طبعا خربط عليه ويا القرفه والقرنفل، يعني دارسين احنا نقول في العراقي دارسين.
والقرنفل هو قرنفل، يقولوا له قرنفل. باع شلون شكشكت خبور. هاي شو نسوي هسه؟ نخلي ماي بنات، بس نخلي ماي مو هواية على مود التمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندنا فلفل حار هماتين. هسه انا ما اخلي فلفل حار، راح اعوفها. هالقد ما كلش كافي، خلينا هالقد كافي، لانه هو اللحم مالتنا بعد ما مستوي. هاي اللحم كله راح ياخذ يشرب هاي المي وهاي الشغلات كله. راح اقبقه بجدر البخاري. طبعا شوفوا بنات، كله راح يتقبق بجدر البخاري لحد ما يستوي اللحم. وبعدين عندنا اضافات التمن والفلفل الحار حسب الرغبه هماتين. اذا تريدون فلفل حار خلي. وهسه حبايبي مثل ما تشوفون يما الطعم يتجنن ويخبل. والله المرقه مالتها هسه هذه يعني بنات عجيبه عجيبه، ما اعرف شو اقول لكم. طعم صدق خيالي، يجنن طعمها، واللحم مستوي يخبل. هسه راح نسوي ان شاء الله نطبق الكبسه مالتنا ونضيف لها الفلفل الحار قلنا هماتين. ابقوا وياي. هسه حبايبي مثل ما تشوفون راح نخلي الفلفل الحار. انا ما خليتهم ويا اللحم تخزع على مود شنو لا ينطي حراره هوايه على الكبسه. طبعا طفيت الطبخ نور الجهال وما دريت والله. هسه شنو نسوي بنات؟ وانتم تقدرون تضيفونه ويا اللحم، وتقدرون تضيفونه ويا يعني شويه تمن، تقدرون تخلونه هيك شويه. هسه نخلي اللحم اللحم مستوي بطريقة صحيحة اللي تخبر. هسه شو نسوي بنات؟ راح نضيف التمن شوية، خلي اقلب اللحم على مود ياخذ لون حلو. شوية اشوح اللحم بعدين الا اخلي التمن. بس باعولي عسوب عسوب، المنظر مالته يجنن، يعني ما توقعت هيك يطلع طيب. شوح اللحم على مود يطلع طعمه يعني حلو. هسه ان شاء الله اشوحه وارجع لكم. هسه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونضيف الرز او التمن. قلنا كل واحد ولهجته. هسه شو نسوي؟ اكو بنات بيهم يصفون هذا السوب، باعوا يصفونه بالمصفي وبيهم يخلونه. صراحة أنا ما أحب أصفيه. يعني ليش أصفيه؟ لأن هو بيه يعني الطعم كله، بس احنا قلنا على مود الجهال بعدين يطلع فوق اشيله من وراء. هاي بنتي ما تحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف الكميه اللي تكفي التمر مالتكم. وهاي انه بصره اشيلها. شوفوا البنات بعد يرادله. هو شو اسمه شداده بداده، يعني يسد التمر مالته. ما اعرف سداده بداده يقولون اهل قبل. وهسه حبايبي مثل ما تشوفون كبستنا صارت جاهزة اليوم. طبعا بعدين قالوا لي خلي انه بصرة وخلي الدارسين هماتين، فقالوا طعمه كلش طيب نحبه فخليته. باعوا شكلها هيك شوي الفلفل يجنن شوية، يعني هيك شوحته. طبعا هاي من تنقلب تطلع تخبل.
متابعيني حبايب قلبي، مثل ما تشوفون طبقنا اليوم صار جاهز. هذا شكله النهائي. هاي الكبسة السعودية من الأيادي العراقية، إن شاء الله تنول إعجابكم حبايب قلبي. هذا طبقنا اليوم حبايب قلبي. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على مود يوصلكم كل شي جديد. وإن شاء الله ألتقيكم أكلات جديدة وفيديوهات جديدة، وأترككم برعاية الله وحفظه وسهمكم. ألف عافية.